ما حكم نزع أو حلق الشعر الذي ينبت بين الحاجبين إن كانا مقترنين؟ وهل حكم المرأة والرجل فيه سواء؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يجوز حلق الشعر النابت بين الحاجبين أو نمصه لعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات، واللعن يقتضي تحريم الفعل الذي لعن فاعله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يعد من تغيير خلق الله تعالى، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والذكور والإناث سواء من غير تفريق بين الحلق والقص والنتف في الحكم. وجدير بالتنبيه أن شعر الحاجبين إذا فحش كثيرا بحيث يضر النازل منه العين، فيجوز إزالة ضرر الشعر الزائد المؤثر على العين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ويزال بقدر دفع الضرر كما هو مقرر في القواعد. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.